وصلنا ل5 رمضان وقهوة 5 رمضان النهاردة من عند ميمت. من الكافيهات اللي اكتشفتها مؤخرا انهم بيعملوا قهوة حلوة قوي. الاسبريسو عندهم خطير، والمشروبات اللي بالاسبريسو سواء الفلات وايت او الكابتشينو مظبوطين بالملي حرفيا ما فيهمش غلطة. فالنهاردة متحمسة اجرب القهوة التركي من عندهم واشوف هل فعلا القهوة التركي هتطلع بنفس جودة وبنفس المستوى بتاع القهوة الاسبريسو ولا لا. يلا بينا نشوف. وصلت القهوة، شكل كوباية القهوة تفتح النفس، ريحة البن خطيرة، والتحويجة قلبها الدنيا، والقوام بتاع القهوة بجد فظيع. وحقيقي متحمس ادوق واقول ان فعلا القهوة جامدة قوي، القهوة مظبوطة، البن الكواليتي بتاعته حلوة قوي، والتحويجة مظبوطة بالملي ما فيهاش غلطة. لا يا جماعة، القهوة فعلا عندهم تستاهل التجربة. كده انا اعتمدت ميمت من الاماكن اللي بتعمل قهوة تركي حلوة قوي وفعلا تستاهل التجربة. دي قهوة 5 رمضان من عند ميمت. بجد القهوة عندهم سواء اسبريسو او التركي خطيرة وفعلا تستاهل التجربة. ودي كانت قهوة 5 رمضان من عند ميمت. هستناكم تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتس، وما تنسوش بقى ترشحوا لي اجرب قهوة من عند مين ل6 رمضان. استنى برضو ترشيحاتكم في الكومنتس. بون ابيتي.